السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم يا بنات، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وأنتم بخير يا حبايب قلبي. النهاردة أول يوم في شهر رجب الكريم، عاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات. يا رب يجعلنا كده صحة وسلامة وعافية، ونكمل رجب وشعبان وأتم علينا رمضان بأهلا رمضان بخير وسلامة إن شاء الله. يلا بينا نشوف وصفة النهاردة السهلة اللذيذة دي اتكونت من ايه وعملناها ازاي. مكوناتها سهلة جدا جدا زي ما انتم شايفين. اولا كده معايا بصلتين وسط مقطعاهم ناعم زي ما انتم شايفين، وقرنين فلفل من الرومي، عندك فلفل الوان، فلفل اخضر، فلفل حار اللي تحبيه. ومعايا التوابل عبارة عن بهارات الفراخ والدقة وكمون وكزبرة وفلفل اسود. ومعايا طبعا طماطم، ده حوالي نص كيلو من الطماطم، لا نص كيلو، كيلو الا ربع من الطماطم، ضربته كويس جدا في الخلاط وصفيته. ومعايا ده بقى البطل بتاعنا، صدر فرخة يا حبايب قلبي. صدر الفرخة ده كانت موجودة عندي في الفريزر، فطلعتها وقطعتها بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. ومعايا كيلو من المكرونة. هتعملي ايه يا ام عمر؟ هقولك وصفة سهلة وسريعة وغير مكلفة بالمرة. وبصدر فرخة عملنا وليمة. بصدر فرخة يا ام عمر عملتي وليمة؟ ايوه، بصدر فرخة عملنا وليمة حلوة، وهتكفيكي وتكفي اولادك وحبايبك. ودايما هتعتمديها في شهر رمضان الكريم لانها غير مكلفة خالص بالمرة. هتعمليها بقى جنب حبة لسان عصفور مع طبق سلطة وبتنجان مخلل وشويه تحابيش كده، وهتقضي يومك وهيبقى بألف هنا على اللي اكل منها واللي هياكل منها. عايزه اقول لكم وصفه فعلا جميله جدا وغير مكلفه بالمره. طبعا في ظل الغلاء اللي احنا فيه، فهتعمليها هتوفر لك وهتريحك في حاجات كتير قوي. يلا بينا ونصلي على رسول الله. صلى على رسول الله يا حبايب قلبي، عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا بقى نشوف الوصفه بتاعتنا هي ايه. وصفه النهارده يا حبيبه قلبي طاجن المكرونه بس بالفراخ مش باللحمه. طبعا انا عملته معاكم قبل كده على القناه بتاعتي بالفراخ، سوري معلش، باللحمه المفرومه. هنعمله النهارده بالفراخ. وعايزه اقول لكم بطريقه حلوه جدا جدا وطريقه سهله وبسيطه، وهتستطعميه يعني هتستطعميه اكتر من اللحمه كمان. طبعا اللحمه بقت بكام دلوقتي؟ شايفه لها سعر وشايفه لها مكانه عاليه خالص. فخلينا بقى خير الامور الوسط. برضو الفراخ غاليه بس خلينا في الوسطيه والمفيد كمان. بدل ما هتجيبي بقى اللحمه المفرومه وكمان هتتهدر منك ما بتبانش، فهتجيبي صدر الفرخه وهتقطعيه بالشكل دوت. ما عندكش صدر فرخه، هتجيبي نص كيلو بانيه وهتعمليه. تمام كده يا حبيبه قلبي. وعايزه اقول لك على حاجه تاني برضو، انت ممكن تجيبي فرخه كامله من عند الفرارجي وتعملي الصدر زي ما انا عملته كده، واللي وراك تعمليها يوم صينيه فراخ بالبطاطس. بصي بقى، شوحت فص الثوم شوحت فص الثوم مع الزيت والسمنه كده، وبعد كده نزلت عليه بالطماطم، عصير الطماطم. زي ما قلت لك ده كيلو الا ربع من الطماطم. ضربته كويس جدا وصفيته، ما يكونش فيه التفل بتاعه او البواقي بتاعته، فانت حاولي تصفيه عشان ما يبانش في المكرونه. وبعد كده بقى هحط لها الملح والتوابل بتاعته، واغطي عليها لحد ما تستوي كويس جدا عصير الطماطم او صلصه الطماطم اللي عملناها دلوقتي. صلصه الطماطم دي يا حبيبه قلبي بتاعت المكرونه ما بتكونش رابطه خالص، يعني ما بتكونش متسبكه قوي زي ما بقولك. يا دوبك بس تغلي غلوتين. شفتي صلصه الفته كده بتبقى زيها، بنغليها بس غلوتين ثلاثه وبعد كده بنطفي عليها النار. تمام. عايزه اقولك لو عندك صلصه ممكن هتحطي معلقه بس تديها لون احمر كويس، او عندك فلفل احمر، عندك بابريكا حطي. يعني ما تبخليش الموجود، اشتغلي بيه. وعايزه اقولك اللهم بارك، كان جميل جدا جدا طاجن الفراخ بالمكرونه او طاجن المكرونه بالفراخ. وكفى ووفى، ويعني عايزه اقولك وكفى لتاني يوم كمان. لانه ما شاء الله كان يعني كميه حلوه، وادتني ورمت معايا كميه حلوه قوي. وكملي معايا الفيديو للنهايه. لو وصلتي لحد هنا يا حبيبه قلبي وما دوستيش لايك، يلا دوسي لايك وكملي معايا الفيديو للنهايه عشان تعرفي انا عملت الطاجن ازاي وبطريقه حلوه جدا جدا. زي ما قلت لكم احنا عملناه قبل كده باللحمه، هنعمله النهارده بالفراخ بطريقه جديده وحلوه وسريعه وغير مكلفه بالمره. بصي بقى يا حبيبه قلبي، عشان هنشوح الفراخ هنجيب الطاسه بتاعتنا على النار، وهنحط فيها حبه زيت، مش كتير، يعني حوالي معلقه من الزيت، معلقه كبيره. وبعد كده هتنزلي بايه يا ام عمر؟ مش هقولك ولا بصل ولا توم، لا خالص. هتنزلي بالفراخ. طبعا الفراخ بتاعتنا غسلينها كويس جدا، او مكعبات الفراخ او صدر الفرخه زي ما قلت لك، او النص كيلو البانيه غسلته كويس جدا جدا. وبعد كده
عصرت عليه ليمون وحطيته في المصفى يتصفى. وبعد كده زي ما انتم شايفين مفيش فيه اي ميه خالص، هنزل بيه على الزيت. وبعد كده هنزل بالتوابل اللي موجوده معايا زي ما انتم شايفين. هبدا بقى اشوح الفراخ في الزيت كده في الماده الدهنيه مع التوابل لحد ما تحس ان هي ايه لونها اتغير وبدات تدي معاكي ريحه حلوه. اللهم بارك عليها. عايزه اقولك يعني جميله جدا جدا جدا، الوصفه دي جميله جدا جدا. ممكن اقولك على حاجه تانية، ممكن تعمليها زي كده وتعمليها سندوتشات للولاد. وممكن تعمليها زي كده برضو في المكرونه البشاميل. يعني حاجه ما نختلفش عليها خالص، وبمكونات زي ما قلت لك بسيطه جدا هتقدمي اكله جميله جدا جدا. وكمان يعني هتشرفك في اي وقت هتعمليها. ممكن تعمليها جنب اي اكله عندك، يعني لو عندك عزومه هتعملي الطواجن دي وهتحطيها على سفرتك، فعلا هتشرفك وهتبقى معاكي يعني كميه حلوه، هترمي معاكي كميه حلوه. بصوا بقى يا حبيبه قلبي، بعد ما بشوح الفراخ زي ما انتم شايفين كده بالتوابل، بشوحها كويس جدا وبسيبها بقى شويه على النار. وبعد كده بنزل عليها بالبصل والفلفل. ليه يا ام عمر ما نزلتش بالبصل والفلفل الاول؟ هقولك انا حبيت ادي الفراخ بتاعتنا كده صدمه الاول بحيث ان هي تتشوح، وكمان تاخد من التوابل كده وتديها ريحه حلوه. اللهم بارك عليها. عايزه اقول لكم الريحه جميله جدا جدا وانا شغاله فيها، وعطينا ريحه حلوه. وكمان زي ما قلت لك هي كده احسن وافضل، غير ما تحطيها على البصل او على الثوم. انتي حطيها كده الاول اديها صدمه وبعد كده اشتغلي عليها. ادي معايا بصلتين متوسطين ناعم، وبعد كده نزلت على الفراخ بالبصلتين المتوسطين ناعم والفلفل الاخضر. وممكن تستعملي فلفل الوان لو مش عندك، استعملي الفلفل الاخضر العادي. هقلبهم كده مع بعض لحد ما كل المكونات تتداخل مع بعضها. اللهم بارك. عايزه اقول لكم ريحتها جميله جدا جدا وكمان طعمها جميل جدا جدا. هقلب بقى كل المكونات كده زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. بعدين بقى بحيث ان هي تتشرب كويس وتستوي بقى هبدأ اغطي عليها النار واسيبها شوية. النار دي عايزة اقولك ما بتكونش عالية، نار وسط، اقل من الوسط كمان. وبعدين تغطي عليها بقى وتسيبيها تستوي كده مع بعضها. لازم الخطوة دي مهمة ان انت تسيبي الفراخ تستوي كويس جدا، بحيث ان انت لما بتحطيها في الطاجن يعني بتكون معاكي مستوية مش شادة ولا حاجة. تمام يا حبيبة قلبي. بعد كده بقى في الوقت دوت بكون مجهزة الطواجن بتاعتي وهبدأ بقى اشتغل فيها. كانت خلاص الصلصة اتسبكت بمعنى اصح، يعني غليت غلوتين ثلاثة زي ما قلت لكم، مش بنسبكها خالص. وبعد كده الفراخ برضو استوت وجهزت الطواجن وولعت الفرن. الفرن على درجة حرارة 200 اعلى درجة عندك. وهترصي الطواجن على الشبكة في النص، مش بتحطيها من تحت. وبعد كده بقى ايه هقولك خليكي معايا وهقولك هتعمليها ازاي وهتلفيها ازاي. هبدأ بقى ايه، حابة تحطي الفراخ، انا بوريكي كده دلوقتي الفراخ قد ايه هي مستوية اهوت. حابة تحطي الفراخ في قاع الطاجن ما فيش مشكلة، حابة تحطيها في النص، حابة تقلبي كله مع بعض وبعدين تحطيهم في الطواجن ما فيش مشكلة خالص، اللي بتفضليه اشتغلي عليه. بص بقى انا عملت ايه، عشان طبعا ولادي يعني بيعاملوني بحتة ذكاء شوية، بينقوا الفراخ من المكرونة. فانا بقى ايه حبيت امكر عليهم، فحطيت المكرونة من تحت وبعدين الفراخ في النص وبعدين حطيت مكرونه تاني. شفت بقى كده البشاميل لما بنحط راق وراق؟ لا انا بقى عملت الحركه دي مع المكرونه دي، عملت مكرونه في الارضيه وبعدين الفراخ وبعدين مكرونه وبعدين بقى حطيت الصلصه وظبطت الدنيا كده ودخلتها الفرن. امال ايه هم ينكروا عليا؟ انا برضو حبيت اعرفهم ان انا ناصحه. بصوا بقى يا حبيب قلبي، كيلو المكرونه مع صدر الفرخه، انا ما كدبتش عليكي في اول الفيديو، فعلا صدر فرخه والله العظيم هو اللي اشتغلت بيه النهارده. زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك، 3 طواجن صغيرين وعندي طاجن كبير. عايزه اقول لك يعني حاجه جميله جدا جدا. ال3 طواجن الصغيرين دولت بعد ما سويتهم كده ركنتهم على جنب واكلنا من الطاجن الكبير. وطبعا بقى طول النهار الولاد رايحين جايين على طواجن المكرونه، ما اقولكيش اكله كفت ووفت، وباذن الله هتوفر معاكي وهترمي معاكي كميه حلوه قوي. اعتمديها يا حبيبه قلبي ونفذيها على طريقتي، طريقه ام عمر من مطبخ حله وبوتاجاز مع ام عمر. خدوا المصداقيه مني انا والله العظيم، الوصفه زي ما بعملها قدامكم كده بالظبط، زي ما بتطلع معايا، مش بكدب عليكم في حاجه ومش بستخسر فيكم معلومه، لان انتم عيلتي الكبيره، انتم حبايبي. بحبكم في الله طبعا، وما تنسونيش في دعواتكم. النهارده اول شهر رجب الكريم، ربنا يعودها عليكم الايام بخير يا رب. ما تنسونيش في صالح الدعوات بتاعتكم يا حبايب قلبي، ادعوا لي يعني بصلاح الحال.
ادعوا لي ان القناة بتاعتنا تكبر وتكبر بيكم وبنفسكم معايا، ونوصل لمكانة احسن من كده كمان، مكانة ترضينا وترضيكم ان شاء الله، بدعمكم ليا يا حبايب قلبي وبنفسكم معايا، يا احلى عيلة في الدنيا، بحبكم في الله. عايزه اقول لكم يعني لو قعدت اقول لكم من هنا لقدام كتير قوي قوي ان انتوا فعلا عيلتي، وحابه ان العيله دي تكبر. يعني مش هوفيكم حقكم كمان. فربنا يديم المحبه والمعروف ما بيننا يا رب العالمين. ربنا يجعل ايامي وايامكم كلها خير وسعاده يا حبايب قلبي. بصي يا حبيبه قلبي يا بنوته منك ليها. بصي يا قمرايه، انا بكلم بقى كل الفئات، البنات الحلوين الصغيرين، والبنات طبعا كلنا بنات، امال ايه؟ والبنات الصغيرين والبنات الكبار وستات البيوت الشاطرين. بصوا بقى الوصفة بتاعتنا القمر دي قد ايه طلعت جميلة وسهلة وبسيطة وغير مكلفة بالمرة. هننزل بقى بالصلصة كده على الطواجن بتاعتنا. عايزة اقولك لو لاحظتي ان الصلصة مش هتكفي معاكي، ما تقلقيش خالص، ما تقلقيش خالص خالص. انتي بس اوزني كل الطواجن زي بعض، يعني وزعي الصلصة على الطواجن كلها، وبعد كده نظمي بقى. هتجيبي معلقة صلصة لو الصلصة اللي انتي عاملاها دي مش مكفية معاكي او مش حاسة ان هي مش هتجازي معاكي، هتروحي جايبة معلقة صلصة من برطمان صلصة عندك. لو ما عندكيش هتجيبي كيس صلصة يعني ايا كان، وهتبداي تضيفي على كل طاجن كده معلقه صلصه، وتزودي بقى ايه، لو عندك شوربه هتزودي، عندك ميه هتزودي. زي ما انتم شايفين كده انا وزنت الطواجن كلها وظبطتها، وببدا بقى ايه، ما تقلبيهاش بالمعلقه، رجيها كده شمال ويمين بايديكي، هزيها كده شمال ويمين بحيث ان كل المكونات تتداخل مع بعضها، وكمان الشوربه تندمج في الطاجن عشان تديكي تسويه حلوه. بعد ما عملت الحركه دي بقى كده وقلت لك ولعت الفرن وظبطت الدنيا، هبدا الف بقى الطواجن بورق الفويل. هتجيبي ورق الفويل كده وهتلفي بيه الطواجن بتاعتك عشان تستوي كويس جدا. عايزه اقولك ما بتغيبش والله في الفرن، يعني ما بتاخدش وقت برضو يعني. عايزه اقولك لو هتعمليها في رمضان هيبقى قبل الفطار بساعه، ساعه وساعه كتير عليها كمان. قبل الفطار بساعه هتعمليها، هتدخليها الفرن. هتعملي حواليها بقى حبة لسان عصفور، طبق سلطة، بتنجان مخلل، عود جرجير، تحابيش كده وشوية حاجات حلوين، وبألف هنا يا حبايب قلبي. ربنا يدوم عليكم الأيام بخير إن شاء الله، ويجعل أيامي وأيامكم كلها خير وسعادة، ويحسن ما بين إيديا وإيديكم يا رب العالمين. أدي الطواجن بالشكل دوت هندخلها الفرن. ادي بقى الفرن اهوت، حطيتها انا كده على الشبكه اهوت في النص زي ما انتم شايفين، حبيت اوريكم عشان ما حدش يقول كاني ولا ماني. حطيتها في الشبكه في النص يا حبايب قلبي، وهبدا اشغل الفرن على درجه حراره 200 واسيبها حوالي ساعه الا ربع، ساعه الا ربع او ساعه الا ربع كويس قوي. بس كده وبالف هنا، وبتستوي بالف هنا على قلوبكم، بالف هنا على اللي اكل منها. وادي بقى يا حبايب قلبي طواجن المكرونه بالفراخ بعد ما طلعت من الفرن، واحلى تسويه بقى ما اقولكيش. العيال كانوا واقفين حواليا هي تيبلوا عايزين ياكلوا المكرونه انا. فبصي بقى ما شاء الله عليها مستويه وحلوه خالص. هي ممكن تكون الصلصه بتاعتها مش حمرا قوي، بس يلا هي تنفع، قضت الغرض بقى في يومها. طبعا ما تنسونيش في دعواتكم يا حبايب قلبي، وما تنسونيش في شير ولايك وسبسكرايب، اهم حاجه علشان نقدر نوصل بالقناه القمر بتاعتنا دي المكانه ترضينا وترضيكم. طبعا بألف هنا اللي اكل منها، وبألف هنا اللي هيعملها وياكل منها. بحبكم في الله، احلى متابعين في الدنيا، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. ربنا يجعل الموده والحب ما بيننا دايما ان شاء الله. تمام يا حبايب قلبي، اشوفكم على خير ان شاء الله مع فيديو جديد من فيديوهاتي. اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.